السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كما كتشوفوا معايا في الصور، اليوم ان شاء الله نشارك معكم الغدا ديالنا اللي هو عبارة على حوت وصلاد وخبز في الفران وبطاطا تاهي في الفران. المهم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المهم هنايا عندي السرديل. المهم من بعد ما غسلته وقديته وسقطرته وكلشي من الماء، المهم عندي هنايا موجود غندير ليه الشرموله. المهم الشرموله عندي هنايا غندير فيها كركم، البزار، شويه ديال الاوريغانو، شويه ديال السكينجبير، الكمون، ملحه، حامض مصير قطعته طرفه صغار، الثومه مقطعه حتى هي طريفات صغار، وعندي القزبر والمعدنوس. وغنشد واحد نص هذا عصير الحامض، غادي نعصروا على هاد المكونات، هاد العطريه هذه باش تجمع ليا. وغادي نزيد كذلك واحد شويه ديال زيت الزيتون. المهم نخلط هاد الشرموله مزيان وهي باش غادي نعمر الحوت ديالي. المهم صافي غنبقى غادي على هاد الطريقه هذه كما شفتوا حتى غنكمل السرديل ديالي كامل، ونكمل الحشوه اللي عندي غنديرها في السرديل كامل. غنبقى على هاد الطريقه هذه، بقاو معايا. المهم هنايا من بعد ما كملت السرديل ديالي غادي نحضر فاش غادي الدقيق فاش غنديرو. انا ما غاديش ندير الدقيق، غندير سميده رقيقه، ولا الفينو اللي عندكم. المهم كتشدو كديروا فيه شويه الملح، شويه البزار، شويه التحميره على حسب الرغبه نتوما، العطريه اللي بغيتو. صافي المهم غنبقى نمرمد هاد السرديل هذا في هاد الفينو ولا سميده رقيقه من الجهتين. صافي غنبقى على هاد الطريقه هذه حتى نكمل كاع السرديل اللي عندي. المهم من بعد ما كملته صافي غادي نديرو دابا في الطاوه باش نديرو في الفران يطيب. قبل ما ندخلو الفران غادي نزيد عليه واحد قطيرات ديال زيت الزيتون بحال هكا كما كتشوفوا. صافي غنحاول ندهنهم شويه من الفوق. صافي وغادي ندخلهم الفران تقريبا. المهم درت انا هنا اير فراير اللي درته الفران عندي. المهم راه كيجي شهوه منه، كيجي زوين، كيجي بحال ما تقولوش كاع واش طايب في الفران، كيجي رائع مقرمش، زعما كيجي روعه. صافي احسن حاجه هو ديروا سرديل بهذه الطريقه في الفران. غندوز دابا لا صلاد عندي هنايا الخيار اللي قطعته صغيور بحال هكا، وعندي مطيشه لحيت منها زريعه وقطعتها طرفه صغار، وعندي بصله حمراء مشلضه، وعندي فلفله مشويه. المهم غنزيد لهم شويه ديال الاوريغانو، وهذا شويه الكمون، وشويه الملحه، وهذا زيت الزيتون. وغادي نزيد كذلك عصير ديال الحامض ولا داك الليم الاخضر، داك الحامض الاخضر اللي عندكم حتى هو كيكون زوين. وعندي قزبر ومعدنوس. المهم هاد غادي نخلط كلشي هاد العناصر هذه حتى كتنسجم. صافي وهي عندي لاصالاد ديالي واجده. المهم لاصالاد تاعي كتجي في الاخر على هاد الشكل هكايا. غندوز دابا البطاطا. المهم قشرتها، غسلتها، سقطرتها، غنقطعتها هكا مكعبات. المهم غنزيد لها شويه ديال التيمريك، شويه ديال الكركم، شويه ديال الاوريغانو، شويه الملحه وزيت الزيتون. صافي غنخلط البطاطا مزيان. صافي غندخلها حتى هي للفران. المهم كلشي في الفران، كلشي صحي. المهم جات على هذا الشكل هكا يا شهوه هي منها. هاد المرحله المهم غندوز لهاد المرحله ديال الخبز. هنايا عندي هاد الخبز هذا عجنته، هاد العجينه عجنتها البارح بالخميره بلديه. هاد العجينه عجنتها البارح ودرت منها الفطور في الصباح. المهم بقات ليا
خير الله تعالى جينا درتها في الثلاجه. المهم وقيت الغدا جبدتها عاوتاني وحيت منها نفستها شويه من الغاز صافي ودرتها على شكل خبيزات صغار وغادي نطفيهم في هاد الزرارع. عندي زريعه ديال نوار الشمس وزريعه القرعه والشوفان وبودر الخشخاش وزريعه الكتان الصفراء. المهم كنلولب هذاك القريصات وكنديرهم في الزرارع صافي ونديرهم في الطاوه ديالي وغنديرهم في اللاطه يطيبوا ان شاء الله. المهم ندخلهم الفرن يطيبوا على 230 درجه مده 20 دقيقه. هنايا من بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل هكا، كيجيو محمرين قامشين زوينين مرطبين من الداخل. المهم هذه هي الغديوات اللي شاركت معكم، مكونه من سردين في الفران وبطاطا هي في الفران وصالاد ودوك الخبيزات. المهم كنتمنى ان شاء الله الفيديو اللي اعجبتكم، كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو قادم. دمتم في رعايه الله، دمتم سالمين.